بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم صينيه رز هتعجبكم جدا. وهعمل معاكم ايه؟ فراخ. هوريكم دلوقتي. المهم، هنا انا هعمل الصينيه ديت. في ناس كتير بتقول لي هو الصينيه العبار بتاعها بيبقى ايه؟ هل الصينيه بتاخد كيلو؟ هل الصينيه بتاخد نص؟ فانا النهارده هوريكم العبار بتاعها بالظبط. ماشي، زي ما احنا شايفين كده، زي عقله الصبع. بنعمل الصينيه كده، لازم يبقى فيه ايه، زي عقله صبع كده. احنا مننساش ان احنا ايه، الرز بيزيد في الفرن او بيزيد على النار. تمام، زي ما احنا شايفين كده، مش عقله صغيره، لا صبعين كده. ماشي، هوريكم دلوقتي اهو. حطينا الملح ونحط اللبن. ده نص لبن، احطه زيه بالظبط ميه سخنه برضو اهيت، غليها على النار. تمام، هنقلب ونحط بقى ايه اهو، زي ما احنا شايفين. هوريكم دلوقتي العبار بتاعه في الميه بيبقى ازاي. تمام، هوريكم دلوقتي زي ما انا هقول لكم بالظبط. طبعا ايدينا نضيفه اهو، كله سوا واحد. لازم اهم حاجه التقليب. ماشي، على عنده عقله الصبع كده، مش من تحت، من النص. بسم الله اهو. نحطه في الفرن بقى ونسيبه ايه، ياخد اللون بتاعه. طيب احنا هنا كان عندنا ايه، فراخ بواقي ايه، فراخ. طبعا انتوا عارفين في رمضان الواحد ما بياكلش كتير. الفرخه تعتبر زي ما هي خلاص. طبعا العيال مش عايزين ياكلوها تاني. طب انا اعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي هعمل ايه. خلاص، هجيب الفرخه زي ما الفراخ زي ما احنا شايفين كده، هفصصها اهوت. اقطعها النساير، الوركين والصدرين زي ما هم اهوت. يعني محدش اكل تقريبا. ماشي، طبعا احنا معتمدين على العصير والميه والكلام ده كله، محدش اكل. فانت بايته اهو زي ما احنا شايفين كده بالمقص. ماشي اهو. هنعمل ايه بقى في في الحاجه اللي احنا هنعملها تاني، هوريكم دلوقتي. مش هحطها على النار قبل هي ايه ما تطيب، اكون انا ايه خلصت اللي انا بعمله ده. هوريكم دلوقتي. هنقطعها، عايزه تقطعها بالمقص زي ما انا بعمل كده اعمليها، عايزه تنسريها بايدك كده برضو مفيش مشكله، اعمليها اهو. يلا بينا، هنجيب الصينيه بتاعتنا. تمام، ونضرب نص شفشق خلاط كده، زي ما احنا زي ما وريتك كده بالظبط اهوت. هنجيب برضو بصلتين او بصلايه على حسب امكانياتك. ماشي، او هنبشرها كده عايزه تبشروها بشريها، عايزه تقطعيها زي ما انا بعمل كده اعمليها. بس حاولي برضو ان هي تبقى ناعمه، متبقاش خشنه قوي. خلاص، تسبيكه عاديه خالص، تسبيك كانك بتصبيك الطبيخ. بس انت طبعا ايه مش هتقلل البصله اهو. وشويه زيت صغيرين خالص. طبعا احنا في رمضان وانتوا عارفين بقى عشان الاكل ما يحماش على صدرنا. ماشي، وبعد كده هنسر بقى زي ما انتوا شفتوا كده، هنسر اهي البصله التانية، هنسر الفراخ كده وايه. وبعد كده خلاص دي تتسبك وتخلص. ماشي، واحط معاها واحده مرقه دجاج. انا بحط الواحده بس ايه كطعم بس، ومع ان هو الاكل بيبقى تحفه من غيرها بصراحه. بس ايه برضو يعني ها تركه كده. وشويه فلفل اسمر وشويه ملح وواحده مرقه دجاج. وهنا شويه شطه وشويه كزبره. تمام، انتوا عارفين انا بحب الكزبره جدا اهو. حتى الخضرة كمان بحب الكزبره خضرة جدا. وهنا نقطه زيت صغيره. مش واسيبها ايه تتسبك بقى مع نفسها. خلاص، هنا نبص على الرز اهو. كده اللون بتاعه تحفه وجميل جدا وبألف هنا وشفا اهو. هسيبه بقى هو، ههدي عليه النار من الجناب واحط له سمنته اهو. دوت عشان انا قلت لكم ان انا ايه هوريكم الرز بيتعمل ازاي. حطيت سمنته من بره كده، يعني بعد ما استوى حطيت الرز السمنه بتاعته. عارفين انا بحب احط السمنه بتاعته معايا. خلاص، هنا حطيت لها شويه ميه برضه، هي كده اتسبكت خلاص. ماشي، يا دوبك بس تغلي غلوتين كده، واروح ايه سقطه الفراخ بتاعتي. ماشي اهي الفراخ كلها بعد ما خلصت اهي. عارفه انا وشيفها، هقلبها كويس جدا. ماشي اهو زي ما انتم شايفين. هي هنا هتحتاج شويه ميه بصراحه، انا حطيت لها شويه ميه. ماشي اهي، هي كده ناشفه خالص، هحط لها شويه ميه هتشوفوها دلوقتي اهي. بقى الفا وشفا. هحطها بقى في الفرن تاخد لون ونطلعها تاني. طبعا الرز بتاعنا خلاص اهو هوريهولكوا. كده الرز بتاعنا كان تمام التمام، بالفعل وشوفوا منظره تحفه اهو. هحط بقى الصينيه بتاعتنا تاخد اللون بتاعها. هعلي الجناب. تمام زي ما احنا شايفين. ايه رايكم في الاكل؟
بألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين. بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين.